الأخبار الموجزة ليوم السبت. اليوم 8 من شهر الثور هو اليوم التاريخي لانهيار النظام الشيوعي. صرحت الإمارة الإسلامية في الإعلامية بأن اليوم يوم النصر والحرية وإنقاذ الأمة الأفغانية من احتلال الشيوعي، وأكدت على حفاظ الإنجازات الجهادية وحمايتها. صرحت بلدية كابول وفقا لقرار اللجنة الاقتصادية إنها تنفذ 3 مشاريع عامة وخاصة بقيمة 780 مليون أفغاني في مناطق مختلفة من مدينة كابول. تشمل هذه المشاريع إنشاء مراكز تجارية ومعارض فواكه مجففة ومراكز قياسية للبيع والشراء. صرح بنك أفغانستان إنه يرحب بآخر تقرير للبنك الدولي بشأن تحسين الوضع النقدي في أفغانستان وتنفيذ سياسات مالية معقولة. بناء على تحليل مثل هذه التقارير، يبدو أن أفغانستان تسير في اتجاه جيد، وأن قضاياها الاقتصادية تمت إدارتها بشكل جيد. عقد وزير الخارجية المولوي أمير خان متقي اجتماعا مع موظفي هذه الوزارة والدبلوماسيين من أجل البدء بالشؤون بشكل جيد. قال المولوي أمير خان متقي في هذا الاجتماع أن الأفغانية هي العملة الوحيدة في العالم التي ارتفعت قيمتها مقابل الدولار. صرحت وزارة الصناعة والتجارة تم تصدير 69 طنا من الزعفران بقيمة 22 مليون دولار عام 1401. بحسب الوزارة تم تصدير معظم الزعفران المصدر إلى الهند والإمارات العربية المتحدة والصين عبر الممر الجوي. جمعت الوكالة الوطنية للمعايير أكثر من 2 مليار أفغاني في العام الماضي. وأكد الرئيس لوكالة المذكورة أنه توقف عن توريد وإنتاج السلع منخفضة الجودة في البلاد.